مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساك كل حاجة جميلة. من فضلكم فعلوا الجرس، عايزة اشتراك وتعليقات. قبل اي كلام نصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين، في الملأ الاعلى الى يوم الدين وفي كل وقت وحين. واحد متجوز بيقول مراتي مش متربية ولا محترمة. ليه؟ عشان عايزة العلاقة على طول. انا راجل صحتي موجودة والحمد لله، بس انا مانيش مفرط في العلاقة، بخاف على صحتي. لان ناس كتير يقولك العلاقة دي عاملة زي مية العين. ف يعني ما بحاولش ان انا افرط في صحتي علشان العلاقة، بعدل فيها. مش معنى كده ان انا هاجرها، بس كل شيء بالمعقول وبالاصول عندي. لكن مراتي عايزة كل شوية علاقة، بالليل والصبح والظهر والعصر والفجر والكلام ده. يبقى دي إنسانة ايه؟ مش محترمة، مش متربية. أنا ما أحبش الست اللي بالوضع ده. ما أحبش ولا أفضل الست إن هي تطلب الموضوع ده. الحياء 10، 9 في النساء و1 في الرجال. هل مراتي دي عندها حياء؟ هل مراتي عندها أدب؟ فدوني. أصل أنا عاوز أشتكي لأبوها ولأمها. والله أنت ما أنت إنسان، يعني مش عايزة أقول، مش أنت قلت عليها مش محترمة، والله أنت اللي مش محترم. في حاجة واحدة بس، إن أنت عاوز تقول لأبوها وأمها أنت راجل. أنت تقول لمين؟ ده كلام يتقال، ده كلام يتقال للأب والأم. تخليها في نص هدومها، تخليها عندها خجل وكسوف من ابوها وامها، ما تقدرش تبص في عين ابوها وامها لما تقول لابوها بنتك عاوزه على طول. يبقى انت راجل؟ ما يمكن بتحبك، ما يمكن عاوزه من كتر حبها فيك. ايه يا جماعه؟ في رجاله كده، والله انا اعرف رجاله كده ظلمه، يحبوا يطلعوا الحياه الزوجيه بره على الملأ. ده حياه زوجيه، ده علاقة حميمة، ما تطلعش لحد من بينك ومن مراتك. لكن انت انسان مش سوي ولا محترم. الراجل اللي يتكلم في العلاقة ويتكلم ويشتكي الام والاب على العلاقة ان بنتكم عايزة العلاقة على طول، يبقى انت راجل بكل صراحة مش محترم. قول لها ده اسرار ما تخرجش بينك وبينها. قول لها مثلا علشان صحتي، علشان مثلا ابقى طول عمري جامد لاولادي وليكي. الحاجات دي مش هتخلص يا سيدي. قسم وقتك لو مره، يعني انت ادرى بقى، بس ما توصلش ان انت تشتكي لابوها ولامها. عيب تبص لابوها ازاي ولامها ازاي وانت بتقول لهم بنتكم عايزه العلاقه على طول. ينفع يا جماعه؟ ينفع راجل يخرج اسرار بيته في العلاقه بالذات؟ يبقى ده راجل في نظركم؟ راجل؟ طب انا عايزه اسمع تعليقاتكم، ويا ريت محدش يخذلني ويقول هو صح يشتكي لامها وابوها. لا مش صح. مفيش راجل محترم يخرج اسرار العلاقه الحميمه الزوجيه للاب والام او لابوه وامه، او يتكلم فيها اصلا الا مع مراته. بس هو ده اللي انا اقصده. الحاجات دي اللي بيحصل في السرير في اوضه النوم ما يطلعش لحد. اسرار ربنا شاهد عليها. اسمعوا المشكلة وعايزة تعليقاتكم، واقول لكم اشوفكم على خير. سلام.